ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ريفيو عن كريم الترافير. الكريم ده كنت جايباه من سنتين تقريبا او سنه ونص. جايباه ب 35 جنيه، 50 جرام، بعد ما بحثت عنه افضل كريم للتفتيح بسعر اقتصادي. فكل يعني حضرت اكتر من فيديو، كل قاعد يشكر في الكريم ده الترافير بخلاصه الرؤوس. زي ما قلت لكم كنت جايباه من سنه ونص تقريبا ب 35 جنيه. بعدها بفتره غلي بقى ب 45، حاليا سعره 55 جنيه. هما يعني اللي كانوا بيستخدموه بيقولوا ان ده كويس وكده، كان بيستخدموه مع روتين كريمات تانية اقوى منه، لكن حرفيا معايا انا ما فتحش ولا جابش نتيجه خالص. هو ده شكله من جوه. دي كانت العبوه بتاعته، ال 50 جرام. هي كانت مليانه. الشركه المصنعه ليه هي ماش بريميوم، اللي هي الشعر بتاعها ده. دي شركة مصرية، وكل اللي قاعد يشكر فيها ان هي منتجاتها كويسة وبسعر اقتصادي او سعر مناسب. هي صراحة اسعارهم تعتبر مناسبة، بس بعد ما غلوا الاسعار تعتبر لا مش مناسبة. الكريم ده طلع مش بيفتح ولا حاجة لو استخدمتيه لوحده، ما بيجي زيرو نتيجة في التفتيح لو لوحده. وكانوا بيقولوا عرق سوس ومش عارفة ايه، فاكتشفت هنا المكون بتاعه اول حاجة ماء، بعدين ايه، برافين سائل، بعدين جرسلايل، واخر حاجه حاطين لك خلاصه عرقسوس، وفي ميسان، وفي في على فكره ريحه. فهي اخر حاجه خلاصه العرقسوس، يعني ده يعتبر ما فيهوش ريحه العرقسوس اساسا ومش بيفتح. لو تستخدميه لوحده ده يعني ما بيفتحش خالص خالص خالص. زائد سعره غلي، يعني هو 50 جرام كان ب 35، غلوه بقى ب 45، غلوه بقى 55. ده شكله من جوه. هي العبوه 50 جرام الشركه دي. ويعني استنوني في الفيديوهات الجايه هعمل لكم على منتجين تانيين لنفس الشركه برضو ما عجبونيش خالص، فتابعوا معايا. ده شكله من جوه. هو الحلو فيه ان الخامه بتاعته خفيفه وبتمتص بسرعه، وقريبه خالص من خامه الجل. يعني بصوا بحطها على ايدي، خفيفه جدا وبتمتص بسرعه. بس مشكلتها برضو ان هي بتعرق الجلد شويه، او بتخليه ملمسه دهني شويه. لكن هي خفيفه وريحتها جميله، لكن تفتيح صراحه لا، مش بتفتح خالص 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 كوحده. يعني يعني في ناس بتقول، يعني هم قالوا في الريفيوهات ان هي لوحده لا مش جابش، ما جابش نتيجه، بس بيستخدموه كوقايه. انا الصراحه يعني مش بستخدم منتجات تفتيح تاني او كده، او يعني ما جربتش حاجه تاني، وده استخدمته بالاضافه ليه يعني. بس ما جابش معايا نتيجه ومش هشتريه تاني. وبنصح اي حد يعني لو هتعتمدي عليه كله لا ما تشتريهوش، سعره غالي دلوقتي بقى ب55. يعني انا بستخدمه حاليا كمرطب للايد او مرطب للبشره، بس اهم حاجه تكون بشره جافه او عاديه. لما تكون البشره بتاعتك جافه او استخدمتي غسول او مقشر قوي، فده اخره ان هو يبقى مرطب مش تفتيح. وزي ما قلت لكم يعني خلاصه العرقسوس كاتبينها اخر حاجه، وسكوربيك اسيد اخر حاجه. العطر باين فيه جدا، كاتبين هنا عطر. يعني خلاصه العرقسوس دي اخر حاجه، العطر والاسكوربيك اسيد اخر حاجه، والعطر هو العطر اللي باين فيه. فمش عارفه المكونات دي صحيه ولا لا، بس هو كتفتيح ما جابش تفتيح خالص، ودلوقتي سعره غير 55. فخساره تدفعي فيه 55 وهو مش بيجيب نتيجه لوحده. انا حاليا بستخدمه كمرطب فقط، مرطب لايدي او لبشرتي. انا بشرتي عاديه فبستخدم مرطب للبشره بتاعتي، ما استخدم مقشر ليها. غير كده لا. ولو حد يعرف برضو كريم تفتيح بسعر اقتصادي يا ريت يكتب لنا في الكومنتات عشان الكل يستفاد، ولو في اي سؤال ابعتوا لي. وزي ما قلت لكم ان انا حضرت عليه فيديوهات كتيره، كل كان بيقول جميل ومش جميل، وفي ناس قالت ان هي بتستخدم قوقايه، يعني بتستخدم معاه حاجات تاني. لو استخدمتيه لوحده مش هيجيب اي نتيجه، زيرو نتيجه. انا حاليا بستخدمه مرطب لايدي او لبشرتي لما استخدم مقشر جامد. غير كده لا. ولو انت بشرتك دهنيه مش هينفع معاكي خالص، لان هو حرفيا بيعرق الايد. بيدي ترطيب حلو، وفيه برضه برفيوم جميل، مع اني انا مش بفضل المنتجات الطبيه تكون فيها برفيوم، علشان البرفيوم معروف عنه ان هو بيغمق لون البشره. وزي ما قلت لكم قبل ما تشتري الحاجه احضري فيديو واتنين وعشرة، وتاكدي مليون مره الحاجه نفعت ولا لا. ولو نفعت ليه، وبيستخدموا ايه معاها، ولو ما نفعتش ايه السبب. ليه لما تشتري الحاجه وتدفعي فيها فلوس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، استنوني في الفيديوهات الجايه. واللي يعرف كريم تفتيح بيجيب نتيجه كويسه بسعر اقتصادي يكتب لنا في الكومنتات عشان الكل يستفاد. بس اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. سلام.